والله في موضوع عايزة اتكلم فيه بجد مش قادرة استوعبه ولا افهمه. موضوع المساكنة دي اتنين يعيشوا مع بعض من غير جواز بيجربوا بعض. طب حضرتك انت لا فارق معاك سمعتك ولا فارق معاك سمعتها ولا فارق معاكوا كلام الناس ولا فارق معاكوا اي حاجة خالص. طب ما تتجوزوا وتتطلقوا، يعني يتجوزوا ما عجبتوش بعض نتطلق عادي، ما انا مش فارق معايا. يعني كان زمان الناس بتخاف من موضوع الطلاق ده علشان ما يقالش عليه ان هو مطلق او هي مطلقة او تحسب عليه جوازة او الناس تطمع فيها. يعني كان في كده حوار مجتمعي بيبقى حوالين الطلاق. انتوا مش فارق معاكوا كل ده، انتوا اصلا عايشين عايزين تعيشوا عادي مع بعض ورايحين جايين من غير جواز، ولا فارق معاكوا كلام الناس ولا فارق معاكوا سلوككوا شكله ايه ولا المجتمع بيقول عليكوا ايه. طب ما تتجوزوا وتطلقوا. ولا هو الحلال مضايقكوا ان احنا نعمل حاجة حلال في وسط الموضوع مضايقاكوا، ولا هو تقليد اعمى وخلاص لحاجة في الغرب احنا مش فاهمينها. طب في الغرب بيخافوا من الطلاق علشان الفلوس والاملاك والحاجات ديت. احنا هنا عندنا الجواز بيتخاف منه علشان مهر وشبكة وشقة والكلام ده، وانتوا طبعا اكيد مش هتبقوا سائلين فيه. يعني اللي بيعمل المساكنة ده لا سائل بقى في المهر ولا في الشبكة ولا في الفرح هيتعمل بد ايه ولا كل الحوار ده. ما تتجوزوا وتطلقوا بجد، والله شيء مش مفهوم. يعني ليه؟ ايه السبب؟ يعني انا مش لاقيه لها سبب غير ان احنا ناس احنا هوايتنا ان احنا نعيش في الحرام. احنا مسلمين بس مش هندخل في موضوع الدين، احنا عايزين نعيش بالطريقه دي. ايه الناس دي؟ ايه اللغه دي اصلا؟ انا مش ما بقيتش افهم والله اللغه دي. ليه التفكير ده اصلا؟ طب يعني انت مش فارق معاك حاجه، اعمل حاجه صح في وسط اللي مش فارق معاك ده كله. يعني ليه؟ ايه الزفت ده؟